السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. قال له يا ابني ركز في شغلك وركز في لعبك وسيبك من حكاية الشعر واللوك والحاجات دي. احنا مش في اوروبا، احنا هنا في مصر ملناش دعوة باللعيبة الاوروبيين. والحاجات دي مش بتاعتنا، فركز في شغلك احسن. قال له ده مش هيأثر خالص على شغلي، بالعكس ده هيبقى احسن. انا بغير في شكلي علشان اضيع الروتين والزهق وكمان شعري كده كان هايش ومخليني ممكن ما اشوفش الكوره كويس. فقال له طب ورينا هتعمل ايه، ورينا. راح موريله. ويحرز النهارده امام عاشور باللوك الجديد والتسريحه الجديده اول هدف بدماغه، اول هدف براسه، يعني اللوك طلع شغال زي الفل. وامام عاشور وصل الرساله وجاب الجون بدماغه وقال لهم شفتوا اللوك؟ اللي هيلوك هعمل له بلوك. النهارده فوز النادي الاهلي 2-1 على مودرن سبورت. الاداء ما كانش احسن حاجه، ولكن كان في لعيبه كتير يعني بره التركيز، منهم حسين الشحات مثلا. يعني انا بحس ان حسين الشحات كده ماتش وماتش، شوط وشوط، يعني ساعات كده ما بيبقاش مستوى ثابت مدة مثلا 4 5 ماتشات ورا بعض. ولكن بنعذر اللعيبه كلهم، عليهم ضغط جامد، ضغط عصبي ونفسي، ربنا يكون في عونهم، مش عايزين يعني ندوس عليهم اكتر من كده. ولكن الاهلي بيعرف يكسب، الاهلي فعلا بيعرف يكسب حتى لو الاداء مش احسن حاجه، ولكن بيعرف يكسب والحمد لله على المكسب. النهارده التغييرات عملت فارق. لو كان مستر كولر يعني جات له رؤيه كده ان هو هينزل رضا سليم وتاو في الدقيقه 61 ويحرزوا الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقه 62، او في نفس الدقيقه تقريبا اللي نزلوا فيها رضا سليم يرفع الكورنر وتاو يحرز الهدف، ما كانش هيصدق وكان هيقول ده انغاص احلام. ما كانش هيصدق ده ممكن يحصل، لكن توفيق ربنا وارضاء للناس دي برضو تعبانين وعندهم ضغوط قويه جدا. رضا سليم راجل مش مقتنع بيه ومش عايزه، عايز يعيره او يمشيه، ونزل فعلا عمل فارق. وتاو الحمد لله رجع من الاصابه واطمنا عليه وسليم. والمباراة النهاردة بصراحة فيها أكتر من إيجابية، يعني فيها إيجابيات كتير قوي. منهم مثلا رجوع كهربا الحمد لله. الحظر اتفك عنه ورجع ونزل في الدقيقة 78، لعب شوية يعني. أي نعم ما قدرش يتأقلم بسرعة لأنه بقاله فترة بعيد، وكهربا كمان مش بالنوع اللي يحب يقعد كتير، يحب على طول تبقى رجله في الملعب. طول ما هو بيلعب باستمرار بيدي أداء أحسن، لكن لما بيقعد فترة ما بيرجعش بسرعة. عايزه اقول يا كهربا بقى ربنا يهديك وتركز كده وتعقل وتبقى قد المسؤوليه، وكفايه عليك مشاكل كده يا ابني، نص حياتك مشاكل، فربنا يهديك. عايزه ابعت تحيه لقفشه. قفشه كان النهارده مستواه عالي جدا. بصراحة كان بيبصم على كل كورة، كان بيوزع الكور بشكل كويس، كان عامل شغل كويس جدا، كان مركز أكتر واحد في الملعب كان مركز. وكنت أتمنى إن هو يكون النهاردة رجل المباراة. كريم فؤاد كان راجل المباراة، برضو كريم يستاهل، ولكن قفشة بصراحة من وجهة نظري أنا المتواضعة كان يستاهل إنه يكون رجل المباراة. ولكن بالتوفيق للجميع. عايزه بس اتكلم على لقطه النهارده حصلت تثبت قد ايه جمهور الاهلي ده عظيم، بجد جمهور عظيم، جمهور واعي، جمهور عنده كده الحاله الانسانيه عاليه جدا. ما شاء الله على جمهور الاهلي، ودي تثبت المقوله اللي بتقول ان الاهلي عظيم بجماهيره، وعظمه نادي الاهلي جايه من عظمه جماهيره فعلا. النهارده الجون اللي جابه اللاعب الكاميروني لمودرن سبورت، جون دخل فينا وجون تقدم، ودخل في الشناوي، غلطة فظيعة من الدفاع وغلطة كمان من الشناوي. والراجل يروح ياخد التيشيرت اللي مرسوم عليه صورة أحمد رفعت الله يرحمه، ويروح لجماهير الأهلي ويرفع التيشيرت ويشاور لهم على صورة أحمد رفعت، فتنفجر المدرجات تحية وتشجيع ودعاء لرفعت إن ربنا يرحمه ويسكنه الجنة. والناس نسيت ان احنا داخل فينا جون، ونسيت كل حاجة، وبصت بس لصورة رفعت وحيته وشجعته، وشجعت اللاعب انه عمل اللقطة دي، وكانت لقطة جميلة جدا معبرة عن عظمة جمهور الاهلي الحقيقي بجد.
بصراحة جمهور الأهلي يعني الواحد لو فضل يتكلم عليه، جمهور عظيم، جمهور فعلا. عظمة نادي الأهلي جاية من عظمة جمهوره، ودي مقولة حقيقية. الحمد لله النهارده على الفوز. كان في قلنا شوية لعيبة يعني بره التركيز، ولكن معلش هو ضغط المباريات. في حاجة بس كنت عايزة أتكلم عليها بسرعة كده، هي بعيدة عن المباراة خالص، ولكن استكمالا للكلام اللي كنا بنقوله امبارح بالنسبة لموضوع الصفقات. شفنا طبعا وسمعنا ان في اكتر من صفقة كان المفروض الاهلي شغالين عليها، ولكن ما حصلش ان هي كملت. عندي اعتقاد كده ان الناس اللي شغالين لجنة التعاقدات ان هم ما عندهمش قناعة باختيارات مستر كولر. يمكن يكون الكلام ده صادم لبعض الناس، بس انا بقول اعتقادي، وممكن يكون صح وممكن يكون غلط. بعتقد ان هم ما عندهمش قناعة باختياراته، شايفين ان هو مش بيشوف اللعيب صح، بدليل ان هم اختاروا وسام وهو اختار موديست. يعني اختاروا الموديست وتصميمه عليه كان طبعا حاجة عليها تساؤلات كتير، وبصراحة ما كانش موفق، وما كانش اللاعب اللي يصلح اللي هو في الفترة دي نعتمد عليه، وهو صمم عليه. وفي لعيبة كتير برضو جايين عن طريق وكيل أعماله ولجنة التعاقدات في النادي الأهلي. معرفش، يمكن يكون ده مقصود، حاسه ان هو مقصود، حاسه ان هم بيبقوا قاصدين ما يكملوش الصفقات دي لعدم اقتناعهم بيها او لحاجه تانية، الله اعلم. ولكن ان كل الصفقات دي تضيع في الوقت ده، مفيش ولا صفقه تتم. كل الصفقات طبعا حاجه عليها علامه استفهام كبيره جدا. مش معقول كل ده بسبب الفلوس. لا، الاهلي بيعرف يوفر فلوس، يعني لو في لعيب فعلا هو محتاجه ومصمم عليه. واعتقد ان في شخص معين في الاداره مش حابب اختيارات كولر، يعني ومش مقتنع باختيارات كولر، ولذلك كل الصفقات مش بتكمل. فانا كمان مش مقتنعه باختيارات كولر، يعني بحسه شويه مش قوي في انه يختار لعيب، بدليل ان هو عايز يمشي رضا سليم، بدليل ان هو مش مقتنع بالقندوسي، بدليل ان هو مش مقتنع بلعيبه كتير الناس كلها شايفاها ان هي لعيبه كويسه جدا، وجبناهم بصعوبه، وكانوا ممكن يبقوا مؤثرين في الفرقه لو احنا اشتغلنا معاهم صح. اتمنى التوفيق للجميع، وبشكركم، وتصبحوا على الف خير.